لكل الناس بقى اللي عايزه تشتري عربيه او يعني مستعجله على شراء العربيه دلوقتي. لو انت مش محتاج العربيه بنسبه 100%، بلاش يعني بلاش في الوقت الحالي تشتري. هتقول لي ما يعني لو استنيت العربيات هترخص. لا، مش هترخص. بس الارقام دلوقتي بتاعت العربيات بقت حاجه مستفزه زياده عن اللزوم. يعني بقت ارقام العربيات غاليه جدا. تلاقي نفسك ب 300,000 جنيه مش عارف تجيب عربيه اوتوماتيك حديثه، تجيب عربيه قديمه. 300,000 جنيه ده رقم، 500,000 جنيه ده رقم، 700,000 جنيه ده رقم. فانت بالارقام دي، وفي ناس معهاش الرقم ده، تلاقي واحد بيدور على عربيه عايزها سليمه وموتورها سليم وتكون فيها تكييف واوتوماتيك ومعاه 120,000 جنيه، مش هيجيبوا حاجه. لما الافيو مانوال دلوقتي ب 200,000 جنيه. الافيو عربيه اقتصاديه زيها زي الفيرنا، مانوال مش اوتوماتيك، ب 200,000 جنيه. فانت هتجيب ايه؟ فانت لو مش احتياجك 100% للعربيه، او انت شغلك واقف عليها، او انت مشاويرك خاصه قوي واقفه عليها، او معاك اسره ومتبهدل حاجه كده، خلاص ضحي وهتدفع زياده او هتجيب العربيه غاليه. بس انت محتاجها 100%. مش محتاج العربيه وجايبها كده نزاهه، او لقيت معاك مبلغ فعايز تجيب بيه عربيه، بلاش. بلاش، عشان انت هتجيب العربيه اغلى من ثمنها 3 اضعاف. فانت محتاج العربيه، او مراتك مثلا محتاجه العربيه، او هتودي بيها مثلا الاولاد المدرسه، او انت هتروح بيها شغلك، او هي هتروح بيها شغلها، هات عربيه. لكن غير كده بلاش اشتري. صدقني، اوبر او كريم او ان درايفر او التوك توك ارخص. مش يعني التوك توك على قد ما العيال بتوع التكاتك من اول الشارع لاخر الشارع يقول لك عايز 40 جنيه و30 جنيه وانا سافرت بيك وانا مش عارف ايه. ارخص من كل الصيانات بتاعه العربيه وشراء العربيه نفسه. انت بتيجي تشتري العربيه سعرها غالي وفي نفس الوقت صيانتها غاليه. انا بروح اعمل حاجات في عربيتي بتفاجئ بالارقام. بلاقي الراجل اللي كان بيعمل حاجه ب 100 بلاقيه بيقول لي 250 جنيه. 250 جنيه ده انت ما كملتش 5 دقايق. بروح الاقي التيل ب 2000 جنيه. تيل، حته تيل قد كده بتاع فرامل مستهلك كده وبيخلص ب 2000 جنيه. 4 فرق كاوتش ب 10,000 جنيه. لو انت عايز تبيع عربيتك عشان تروح تشتري طقم كاوتش، هبيع العربيه عشان اجيب لها كاوتش وهي اصلا اتباعت خلاص. فانا يعني قطع الغيار غاليه، الصيانه غاليه، الميكانيكيه غاليين، الزيت غالي. الزيت دلوقتي ب 1000 جنيه كده، ارخص جيركن زيت ب 1000 جنيه، اللي هو برده حاجه مستهلكه. البنزين طبعا انا مش هتكلم عليه، يعني الناس عارفه البنزين عامل فينا ايه. فانت العربيه غاليه، قطع الغيار غاليه، والصيانه غاليه، والبنزين غالي، والزيت غالي. فانت اللي يخليك تدفع كل الفلوس دي وتضحي، واكنك فاتح بيت تاني غير بيتك الاولاني اللي انت اصلا مش عارف تكفي عليه، فتيجي تجيب مصيبه تانيه اللي هي عربيه. فانت ما تعملش في نفسك كده غير لو العربيه دي فعلا 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 انت جايبها لشغل، او انت مقتدر على قطع غيارها وصيانتها وثمنها. غير كده ما تحطش نفسك. انا بستغرب من الناس اللي بتروح تجيب عربيه قسط زيرو، بيلاقي نفسه مثلا هو مرتبه 10 جنيه يدفع منهم 7 جنيه قسط، وانت ال 3 جنيه دول هيعيشوك انت ومراتك وبيتك ومصاريف العربيه وايجار ومش عارف ايه كل ده. يعني ازاي انت يا عاقل يكون معاك 150,000 جنيه تروح تحطهم في عربيه جديده زيرو، وتدفع لمده 7 سنين ولا 5 سنين كل شهر 5000 جنيه؟ انت مفيش حد قال لك عنوان الاسم ازاي؟ مفيش حد قال لك السجن جوه فيه ايه عشان تقعد 5 سنين تدفع الرقم ده في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي؟ فانت يوم ما تتمعظم وتجيب عربيه، يوم ما تتنطط كده وتبقى نفخت نفسك، معاك 150,000 جنيه، هات بيهم. هات بال 150. روح شوف شيفروليه لانوس 2010 هاتها، هات فيرنا 2007. ما اسمك راكب عربيه فيها ازاز كهرباء وتكييف وباور وحديثه، عربيه 2007 ولا عربيه 2010 ورايح دماغك. لازم يعني تروح تجيب عربيه ثمنها 600,000 جنيه وفي الاخر دي هتوديك ودي هتوديك؟ دي مكيفه ودي مكيفه؟ دي فيها ازاز كهرباء ودي فيها ازاز كهرباء؟ ولا عشان دي اوتوماتيك وحديثه وفيها فاميه بقى وشكلها مش عارف ايه وقطع غيرها تبقى اغلى؟ الحديثه دي انت لازم تتعامل معاها معامله ثانيه. انت هتجيب عربيه موديل السنه، عايز بقى صيانه فتيس معينه، صيانه في التوكيل، مش عارف ايه، تامين، عشان لو انت جايب العربيه قسط يبقى لازم تدفع لها تامين كل سنه. فانت ليه تعمل في نفسك كده؟ اوعى اوعى، اياك والقسط. القسط لما كان زمان من 3 4 سنين اتخنها عربيه تدفع لها 55,000 جنيه والقسط بتاعها 1800 جنيه، 2000 جنيه بالكتير، كان اي حد يجي يقول لي اقول له لا ما تجيبش. 2000 جنيه ودافع 55 مقدم ولا 60,000 جنيه مقدم، اقول له لا حرام، حرام الفلوس دي. دلوقتي انت بتدفع 160,000 جنيه مقدم او 180,000 جنيه مقدم كمان، اللي هو اصلا كان ثمن عربيه اصلي، الثمن الاصلي بتاع العربيه قبل كده.
تدفع 180,000 جنيه ولا 160,000 جنيه، تدفع لك 5000 جنيه في الشهر. يا سلام. طب انت لو حسبتها صح وفكرت ان انت هتدفع ال 5000 جنيه دول الشهر ده والشهر الجاي والشهر الجاي اللي هو شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10، انت مش باصص ل 2024، مش باصص ل 2025 اللي هو تكون العربيه بقى خدت لها سنه. واحنا اصلا الناس بتاعت هوجه، الهوجه الوهله الاولى للموبايل بتبقى حلوه، الوهله الاولى للعربيه بتبقى حلوه، الوهله الاولى للشقه بتبقى حلوه، الوهله الاولى للهدوم بتبقى حلوه. الاولى اللي هي ايه؟ اول لبستين، اول خروجتين بالعربيه، بعد كده انت بتحس بالندم بقى. تعالى انت بقى جبت العربيه انت وخرجت مع صحابك بقى واتمنظرت على خلق الله ومش عارف ايه، ومش مكتوب عليها من ورا ان هي قسط ولا كاش بقى، انت راجل مليونير. جبت العربيه البس انت بقى. الناس قالت لك مبروك وحلوه وشكلها حلو وايه يا عم ده الله يسهل له. شهرين تلاقي نفسك طب انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا لسه هقعد 5 سنين ادفع كل شهر 5-6000 جنيه. وبعدين 5-6000 جنيه ده للعربيات المتوسطه، العربيات الزيرو اللي هي ممكن تكون BYD، حاجات اريزو وحاجات صيني كده. لو انت لو طلعت بقى للسيراتو والالنترا والكورولا ممكن تدفع في الشهر رقم بتاع جمعيه، اصلا بتاع جمعيات من كانوا بيقبضوا في جمعيه زمان، تدفعوا في الشهر للعربيه بس، ملوش دعوه بقى ببيتك وحياتك واولادك وايجارك وغازك وميه وكهرباء والكلام ده. ما اللي بيحصل ده مش طبيعي. فانت اياك والقسط. عايز تروح تجيب قسط يا باشا يكون دخلك في الشهر حوالي 50,000 جنيه، روح انت ادفع مقدم بقى وادفع منهم 7-8,000 جنيه، ما انت باقي لك بقى 42,000 جنيه هيكفوك باقي الشهر. انت ما يكونش مرتبك 4760 بعد الخصم 4766 وتقول لي اروح اجيب عربيه قسط ادفع 4000 جنيه في الشهر، وال 760 دول انت هتجيب بيهم ايه بقى ان شاء الله؟ انت عارف بقى الاكله الواحده بتكلف كام، والطاقه دلوقتي بكام، وعلبه الكشري الصغيره بكام، ده كيس الكشري بقى بكام. فاوعى اوعى اوعى تجيب قسط نهائي، الا بقى لو كانت يعني معاك عربيه قديمه وهتسلمها في المبادره ارخص، المبادره القسط فيها ارخص وانت ما بتدفعش مقدم. فانت اعتبر نفسك اللي بتدفعه في القسط ده هو المقدم اللي انت كنت هتدفعه للعربيه، لان انت لما بتقدم في المبادره هم بياخدوا منك العربيه اكنها انت كده دفعت المقدم، وكده كده معاك عربيه قديمه بدل ما هي مرميه انت بتسلمها وتاخد الجديده. اللي بتدفعه في القسط اكنك بتحوشه عشان تدفعه مقدم. لكن انت لما بتروح تجيب من معرض زي سمير ريان ولا القرش ولا الطارق ولا اي حد من دول، هو بينفخك من ناحيتين، مقدم من ناحيه وقسط من ناحيه وتامين كل سنه وحوادث ومش عارف وايه، فانت بتلاقي نفسك منفوق. لكن في المبادره، وبرده المبادره دلوقتي ما بقتش حلوه اللي هي بتاعت الاحلال. زمان من اول ما فتحت كده من سنه او من سنه ونص كانت رخيصه، لكن كل ما العربيات بتعلى كل ما المبادره الاسعار فيها بتغلى، كل ما القسط بيعلى، فاهم قصدي؟ وبعدين المبادره الاول كان فيها اختيارات كتير، كان فيها يجي 8 عربيات، كان فيها نيو اوبترا والانترا اتش دي واكسنت RB وشيري اريزو ونيسان صاني بفئاتها وBYD بفئاتها وسبرانزا تيجو ولادا جرانتا، كل العربيات دي كانت موجوده في المبادره. فتلاقي بقى ايه، لو عايز تدفع قسط 1800 جنيه ساعتها كنت هتجيب لادا جرانتا، عايز تدفع 2200 هتجيب BYD مانوال او BYD اوتوماتيك، عايز تعلى شويه ممكن تجيب نيسان صاني اعلى فئه اللي هي بصمه وسنسور وفوميه وكده، عايز تجيب حاجه اغلى هتجيب سبرانزا تيجو، اعلى هتجيب اكسنت RB او الانترا اتش دي، اعلى في نيسان سنترا اعلى فئه. فانت دلوقتي اصلا من الغلو المبادره كلها، لو انت معاك عربيه قديمه او حد قريبك معاه عربيه قديمه او صاحبك لو راح قدم على النت مش هيلاقي في المبادره كلها غير BYD. كل العربيات مفيش اكسنت، مفيش الانترا، مفيش تيجو، مفيش يا BYD يا مانوال يا اوتوماتيك، هم دول اللي موجودين. والقسط بتاعها كان بقى كام؟ بعد ما كان 2200 و2100 او 2300 على 7 سنين او 10 سنين حسب رغبتك يعني وحسب مفردات المرتب بتاعتك، بقت 5000 جنيه او 4800 جنيه. ده جوه المبادره. شوف انت بقى لو رحت المعرض هيعمل فيك ايه؟ المبادره دي اللي هي حاجه مخفضه كده من البلد ومدعمه وفيها ومعموله على 10 سنين، لكن المعرض هيقول لك 5 سنين. 5 سنين عن القسط عالي، لكن 10 سنين هي طبعا المبادره اللي لو بتدفع 5 تدفع 2.5، لو هيدفعك 10 يدفعك 5، لان هي 10 سنين فيعني مده في مدتين بمعنى اصح. فانت اياك والقسط. عايز تركب عربيه هات يا باشا عربيه مستعمله واكشف عليها كويس وارضى بالمقسوم. مع الفلوس اللي معاك مش مكمله وحاسس انت تجيب عربيه وحشه تطلع عينك، بلاش عربيات خالص. مش محتاج العربيه ومشاويرك كل فين وفين تطلع بالعربيه مشوار، ما تجيبش عربيه. كل اسبوعين 3 عايز تروح مشوار يا باشا اركب اوبر، ضحي ب 100 جنيه ولا ب 80 جنيه ولا ب 70 جنيه على حسب مشوارك،
وما تحطش نفسك في ترخيص وتجديد وفلوس واكسدام اتكسر ومرايه مش عارف مالها وبنزين والفانوس اللي ورا ب 1000 جنيه والفانوس اللي قدام مش عارف ب 2000 جنيه وعايز اروح عند الميكانيكي. ده احنا بنقف طابور عشان نغير زيت، وطابور عشان نحط بنزين، وطابور عشان الميكانيكي يبقى فاضي. ليه كل ده؟ معاك فلوس هات عربيه، معاكش فلوس ما تحطش نفسك وتيجي بعد شهرين تقول انا ندمان انا عايز ابيع. تيجي انت تبيع اللي انت صرفته بقى وحطيته وبتاع، محدش هيجي يقدره. مفيش حد يجي يقول لك لا انت صرفت على العربيه، جبت لها سماعات وطقم جنط ومش عارف. اللي عايز يشتري هيفطس لك العربيه، هيجي يقول لك انا مالي، هي العربيه دي انت جايبها ب 100000 جنيه وهي اصلا تساوي 100000 جنيه. يا باشا انا صرفت 30000 جنيه، ده ليك انت. هيشتريها منك ب 100000 جنيه تبقى انت خسرت ال 30. طب وعلى ايه؟ انا بنصحك اهو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه.